السلام عليكم ومرحبا بكم شهوه من شهوات كوزينتنا. غادي نقترح لكم ان شاء الله طرطه بلا كريم باتيسيير وبالفواكه. هنا مستعمله الكيوي، ممكن تستعملوا اي فاكهه كتفضلوا، اما فريز اولا مشماش اولا خوخ اللي كيكونوا معلبين اولا اي فاكهه كما ذكرت كتفضلوا متوفره عندكم. عندي هنايا في المقادير غادي نحتاجوا فون دو طارت ديال عجين صابلي سبق لي حضرته، غندير لكم الرابط ديالو اسفل هذا الفيديو. لا كريم باتيسيير اللي مصنع بالعود ديال الفاني اولا بالنكهه ديال الفاني، حتى هي سبق لي حطيتها في القناه، غندير لكم الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو. كنت محضراها ودرتها في الثلاجه باش تبقى هي بارده بما وجدت الفون دو طارت اللي حتى هويا عندي برد. غادي دابا نبدا ندير في لا كريم، حطوها كيفما بغيتو. انا غادي نديرها بالعويدات ديال الفاني، كيبانوا دوك النقيطات ديالهم مشكلين فيه. الفون دو طارت راه برد، ضروري انه يبرد قبل ما نبداو نعمرو فيه. هنايا غادي نبدا نحط في الانصاف ديال الكيوي كما ملاحظين انا قطعته هكا نصف دائره. بغيتو ما ديروش فاكهه ممكن انكم تزينوا غير بالشوكولاط اولا تكتفيو غير بلا كريم باتيسير، كتجي حتى هي مزيانه. كيبقى تزيين على حسب الذوق وعلى حسب اللي متوفر. غادي نديرهم هكا مايلين. هنا ممكن انكم ديروا الصف ديال الكيوي، ديروا فريز، ديروا فرومبواز، ديروها يعني مشكله بفواكه مختلفه، حتى هي كيجي المنظر ديالها زوين. اذا غادي نستمر هكا حتى نكمل الفاكهه كامله اللي عندي، عاد غنرجعوا نشوفوا النتيجه النهائيه. من بعد ما كنغطي الوجه ديال لاطارط كامل بالكيوي، غادي ندهن الفاكهه بالكونفيتور باش كنعطيوها شويه ديال اللمعان. هنايا مستعمله مربى ديال المشماش اللي سخنته باش كيتسلق وكيولي سائل وكيسهل عليا من بعد انني ندهن به. نتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه باش توصلوا دائما بالجديد، وبصحه وراحه.